أعتقد أن النقاش سيكون صعبا، لأننا أمام كيانين حربيين، كل يمتلك السلاح ويمتلك الرجال. أحدهما يعمل تحت منظومة جيش ذو تراتبية وذو تنظيم ونسق، وطرف آخر يدعي أنه جيش، ولكن نحن نعلم جميعا أنه ليس بجيش، وإنما هي طيب. مجموعة ميليشيات، كل لها قائدها وكل لها أهدافها. مثلا على سبيل المثال هناك لواء انسحب من طرابلس وعاد إلى مصراتة. لماذا؟ لأن هناك فرق كبير ما بين ما يتقاضاه هذا اللواء أو هذا الكتيبة وبين ما يأخذه المرتزقة من أموال، وبالتالي هذا ليس بجيش، وإنما هي مجموعة ميليشيات، وأن الأساس في الأمر أن تنتهي هذه الميليشيات.